بعد كده هننقل على العين التانية ونعمل نفس الموضوع، حركة دائرية من الأعلى للأسفل، وما ننساش منبت الرموش. أهلا وسهلا بحضراتكم. في الفيديو ده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وبيهم الموضوع اللي انتوا بتحبوه، هو جفاف العين. هسأل حضراتكم سؤال: انت بتغسل وشك كم مرة في اليوم؟ هتقول لي انا بغسل وشي 5 مرات في الصلاة. طيب، هل بتنظف الجفون والرموش بتاعتك كم مرة في اليوم؟ انا عن نفسي لما باجي اغسل وشي غالبا مش بحب ادخل ميه في عيني، فممكن ما اكونش بنظف الرموش بتاعتي كويس ولا الجفون بتاعتي كويس. طب هو ليه اصلا مهم ان انا انظف الجفون والرموش بتاعتي؟ اقول لك. شايفين التراب والجو الوحش اللي احنا فيه؟ شايفين السيدات اللي بتحط ميك اب او مكياج على الرموش بتاعتها؟ عارفين ان كل الحاجات دي بتتراكم على طرف الجفن وبتعمل التهابات؟ بتعمل التهابات قد تؤدي لجفاف عين، قد تؤدي لحساسية مزمنة، قد تؤدي لالتهابات متكررة ما نعرفش العلاج بتاعها. طب انت عارف ان تنظيفك لطرف الجفن بتاعك ممكن يؤدي ان حالة عينك تتحسن بصورة كبيرة انت ما كنتش متخيلها؟ النهاردة هكلمكم عن منتجات مصرية مهمة جدا، حلوة جدا، وان شاء الله هتساعدكم ان انتوا تتخلصوا من العدوى بتاعة الجفن. وحد هيقول لي يا دكتور محمد انت بتعمل اعلان؟ اقول له لا، انا مش بعمل اعلان، انا تطوعا مني وتشجيعا للصناعه بتاعتي بتاعت بلدي، وان في منتج محترم بينافس في الاسواق الخارجيه وبقى دلوقتي موجود في السعوديه كمان. حابب ان انا اتكلم عن موضوع التهابات الجفن وتنظيف الجفن واهميه تنظيف الجفن وعلاقته بجفاف العين. قبل ما نبدا حابب افرجكم على المنتج ده. المنتج ده اسمه اي فري، موجود منه صورتين، في صوره لوشن وفي صوره مناديل مبلله اللي هي دي. طريقه الاستخدام بتاعتها هنقولها في اخر الفيديو، تابعونا. احنا بقى دلوقتي بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن التهاب الجفن او البليفرايتس. والتهاب الجفن ده واحد من اكتر الاسباب اللي ممكن تؤدي الى جفاف العين وتؤدي لحساسيه وتؤدي ان انت دايما ما تبقاش مرتاح. والالتهاب الامامي ده بيجي في كذا صوره. بيجي في صوره مثلا ان انت تلاقي قشره او حاجه ملزقه في الرموش بتاعتك، ممكن يكون جزء من القشره اللي بتيجي في الراس، فتلاقي كمان ان انت عندك قشره موجوده في الرموش وماسكه الرموش وملزقها في بعضها. ممكن يكون حشرات موجوده في الرموش بتاعتنا. ايوه انا قلت حشرات. ديمودكس اللي هي العتب او البق. تخيلوا، وانا شفتها زمان كتير لما كنت نايب صغير في الجامعة، كنا بنشوفها وبنشوف البيض بتاع الحشرات دي، وكنا بنعالجها بقص الرموش وبندي أدوية ومنظفات لطرف الجفن ومضادات حيوية. كتير من الناس واحنا كنا بندي مرضى كتير قوي بنقول لهم استخدموا البيبي شامبو، ان انتوا بتستخدموه في تنظيف طرف الجفن بتاعكم لو الطفل بتاعكم جاله التهاب عماص او جاله التهاب القشري اللي موجود في الرموش بتاعتنا. ان طبعا البيبي شامبو مش بيأثر قوي، ما بيعملش دموع واحمرار في العين بتاعتنا، بس هو برضو لا يخلو من ان هو فيه مواد حافظة قد تؤثر على صحة وسلامة الجفن فيما بعد. والديمودكس ده او الحشرات دي بتبقى واحدة من اكتر العدوى المقاومة للعلاج. مش سهل انك تعالجها. هوريكوا صورة ازاي هي لازقة وماسكة في الرموش بتاعتنا. كل الالتهابات دي بقى بتعمل ايه؟ بتعمل لي احمرار في الجفن، تعمل لي احساس بتشويك او احساس ان في جسم غريب موجود في العين بتاعتي، عيني محمرة منفخة، حاسس بحرقان، والدموع بتاعتي مش مساعداني ان انا اعيش، وحاسس ان عيني بقت جافة من الحشرات او الالتهابات او تفر العدوى اللي حصلت في طرف الجفن. بتعمل حساسية مزمنة ممكن تقفل الفتحات بتاعة الغدة الميبونية وتعمل لي جفاف عين مزمن من النوع التاني اللي هو تبخر الدموع. والمنتج اللي بنتكلم عنه النهاردة هو مستخلص من زيت شجرة الشاي، تي تري اويل. بس يا جماعة، هو ده ملوش علاقة اصلا بشجر الشاي اللي احنا بنشربه. دي شجرة اسمها تي تري موجودة في دول زي استراليا. بياخدوا المستخلص بتاعها، وهو بيستخدم ليه؟ لانه لقوا ان ليه بعض عنده مزايا زي الانتي بكتيريال مضاد للبكتيريا، انتي فانجل مضاد للفنجل، انتي انفلاماتوري مضاد للالتهابات. وبيستخدم اكتر في موضوع الحشرات لانه ريحته بالنسبه للحشره نفاذه، فانت لما بتحطه ده هيخلي كل الحشرات تطلع من المكان بتاعها، بالذات لو موجوده في حته صغيره زي الرموش بتاعتنا.
وبينصح ان احنا نستخدمه مرة واحدة يوميا لمدة شهر عشان نحس بالاعراض بتاعتنا ان هي خفت. طب جه دلوقتي طريقة الاستخدام بتاعته نستخدمه ازاي يا دكتور؟ يلا بينا. نفتح الوايبس واستخدم مرة واحدة في اليوم يوميا صباحا. هتطلع المنديل المبلل اللي موجود جوه، هو زيه زي المناديل المبللة العادية. تطلعه كده، هتلفه حوالين الإصبع بتاعك وتبدأ تنظف طرف الجفن بتاعك بحركة دائرية من الأعلى للأسفل، من الأعلى للأسفل، وما تنساش تمسح منبت الرموش. الكلام ده هنكرره لمدة دقيقة. ده هنستخدمه مرة واحدة في اليوم، وعشان ناخد نتيجة كويسة برضو زي اللوشن بيقعد لمدة شهر. اللوشن بقى بستخدمه ازاي؟ بحط حتة صغيرة على طرف ايدي، اكون غاسل عيني كويس قبلها، اغمض عيني وابدا ان انا اعمل نفس اللي عملته في المره التانية. معلش انا بفتح واغمض عيني عشان اشوفكم، هغمض الاتنين وبعدها بنروح نغسل عينينا على طول. انا عملت غلطتين دلوقتي مش عايزكم تعملوهم، ان انا استخدمت كتير شويه، المفروض ان انا احط شويه صغيرين، وان انا فتحت عيني عشان كنت بصور عايز اشوف نفسي في الموبايل. فاحنا لما نستعمله هنحط حته صغيره وهو مكتوب عليه ان انت تقفل عينك كويس، تدعك منبت الرموش بتاعتك تدلكها وتروح تغسل وشك بعد دقيقتين. اتمنى الفيديو يكون فاد حضراتكم، ولو جربتوه عرفوني النتيجه. وكان معكم دكتور محمد جودة، اشوفكم في فيديوهات تانية كتير. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول. سيب لي كل التعليقات بتاعتك وقول لي حابب نتكلم على ايه في المره الجايه. مع السلامه.